تخيل رجلا كان الناس يخافون من صوته وترتجف القلوب من خطاه، رجلا لو سلك طريقا غير الناس طريقهم. هذا الرجل لم يكن مسلما في البداية، بل كان من أشد أعداء الإسلام، لكن الله إذا أراد بعبد خيرا قلب قلبه في لحظة. قصتنا اليوم ليست مجرد قصة أصحابي، بل قصة قلب تغير وأمة تغيرت معه. هذه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر بن الخطاب رجلا قويا شديدا في طبعه، صارما في قراراته، لا يلين بسهولة، وكان يرى أن الإسلام فرق قريشا وأضعف مكانتها بين العرب. وفي يوم من الأيام خرج عمر غاضبا وسيفه يتأرجح في يده. خرج وهو عازم على قتل رسول الله. في الطريق قابله رجل من قريش فقال له: إلى أين يا عمر؟ قال: إلى محمد أقتله. فقال له الرجل: ابدأ بأهل بيتك أولا، فإن أختك وزوجها قد أسلما. توقف الزمن، غير عمر طريقه واتجه إلى بيت أخته فاطمة. دخل عمر البيت غاضبا فسمع صوتا لم يسمعه من قبل، كان قرآنا يتلى. ضرب زوج أخته وأصاب أخته، فلما رأى الدم يسيل منها هدأ قلبه لأول مرة. قال بصوت مكسور: أعطوني ما كنتم تقرؤون. قرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فارتجف قلبه وشعر أن هذا الكلام ليس كلام بشر. قال عمر: دلوني على محمد. ذهب عمر إلى النبي وقلبه يخفق بشدة، فلما رآه الصحابة خافوا، لكن النبي قال: افتحوا له. دخل عمر وقال كلمته الخالدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكبر المسلمون حتى سمعت تكبيراتهم في مكة. ومنذ ذلك اليوم لقب عمر بالفاروق. لم يختبئ عمر بدينه، بل أعلن إسلامه جهارا. كان قويا في الحق كما كان قويا في الباطل. هاجر إلى المدينة علنا وقال: من أراد أن تثكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي. وحين أصبح خليفة لم يتغير تواضعه. كان ينام تحت شجرة بلا حرس بلا قصر. كان يخرج ليلا يتفقد أحوال الناس، وبكى يوما وقال: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ كان عمر يخاف الله أكثر مما يخاف الناس. كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كان شديدا، لكن شدته كانت رحمة، وعدله كان أمانا. هكذا كان عمر بن الخطاب رجلا غير الله به التاريخ. قصة تعلمنا أن الهداية بيد الله، وأن القلوب بين أصابعه. فلا تيأس ولا تحكم على أحد، فرب قلب قاس اليوم يكون من أولياء الله غدا. رضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه.